لعدة أيام، واسم الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يرتبط بالانتقال إلى الهلال. ووضع مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل نيمار كاف صفقة بديلة حال فشل في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي. وميسي ينتهي عقده مع العملاق الباريسي في 30 من يونيو 2023، حيث يتفاوض مع نادي برشلونة الإسباني للعودة إلى الفريق الأول لكرة القدم من جديد. وفي هذا السياق، زف الإعلامي الرياضي إكرام كونور بشرى سارة إلى نادي الهلال بشأن مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان. وأعلن كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر عرض الإدارة الباريسية الساحر البرازيلي لام البيع في الميركاتو الصيفي القادم. ولكن على الرغم من ذلك، كشف الإعلامي الرياضي عن رفض نيمار جونيور الرحيل عن صفوف باريس، حيث يرغب في الاستمرار مع الفريق الموسم القادم، ما يصعب من انتقاله إلى الهلال. أيضا أبت 3 أندية إنجليزية كبرى لم يتم الكشف عن أسمائهم رغبة كبرى في التعاقد مع نيمار في صيف 2023، وفقا لما ذكره إكرام كونور يوم الاثنين. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.